السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا المحترمين في كل مكان. النهارده 21 أو 22 واحد 2025. نزلنا على ترعة ضيقة طبعا. لقينا فيها شوية مية معجولين، يعني نسبة مية. معانا شوية دود أرض، قلنا ننزل نعمل لكم فيديو عليها. هوريكم المكان اللي أنا برمي فيه يعني المكان محكوم جدا. بحاول مثلا أسلك منه سمك أو آخد منه سمك بالعافية يعني. طبعا أنا رامي قدامي على السنارة. بص المكان يا جماعة، يا دوب فتحة صغير، المكان ضيق جدا. السن اللي بستخدم بيه، اللي شغال بيه، اللي بستخدمه سن 5 لأمين، ورمال 25 على السن، وأساس خد بريت على عود 2 متر 40. المكان في المنيا، مركز بني مزار، ترعة من تفريعات الإبراهيمية. طبعا لما الترعة دي، لما المية خست فيها والسدة الشتوية جت، عملوا لها نجالات عشان يسقوا الأراضي. في أراضي ما شربتش، كانت عايزة مية، بيعملوا لها نجالات من مصارف صرف أرض، مصارف صرف أرض زراعية. فالمية عليت فيها، فالسمك بدأ يتحرك فيها عشان السمك بيحب المية الكتيرة وكده. فقلنا نقعد عليها شوية نعمل لكم فيديو. قاعد اصطاد في شبر مية يا جماعة. بصوا المكان قد ايه وده قد ايه. يا دوب بسقط مكاني كده واجيب سمك، يا دوب حجاري وكفافي كده. اه، في الشتاء 20/1/2025. اه، بص المكان ده قد ايه يا جماعة، مكان ضيق. بصوا يا جماعة، قد الصنارة بالظبط والله، على قد السمكاية والله. بصوا اه، مكانه برضه كله لعبكة. بصوا كله لعبكة اهو. سمك حجاري يا جماعة بالليمي. دي السمكية البليمة يا جماعة اهو، سمك اخضر ما شاء الله، على قد الصنارة بالظبط والله. وصلت هنا، عمال الف عشان اعمل فيديو، مش عارف اعمل فيديو والله. ميات كلها خلصانة هنا في الترع. يا الصنارة راحت فين؟ دخل بتاعت العفشة اهو، سمكاية معايا. بس احجام، يعني هي الاحجام اللي في الترع بعد ما المية بتنشف بتبقى البليمي حاجات كده كفافي اهو ما شاء الله. دورت اهو، عمال اعمل انضف في اماكن اهو، بنضف في اماكن وحتت كده بولع فيها نور. بص الترع كلها مقفله يا جماعه. بحاول انضف اماكن عشان دور الغله، بنضف اماكن عشان اعمل ادوار غله وكده. لسه يعني ايه، بننضف عشان يجي مثلا في الميه لما بترفع يبقى اماكننا نظيفه، من غير نعمل لها اي ترويه كده وننزل نعلف على طول. بصوا يا جماعه، هوريكم حاجه دلوقتي. اول ما بتظهر في الارض اعرف ان مفيش سمك بياكل. الصيادين القديمه بس هم اللي هيفهموا الكلام ده. اول ما الفول الحراتي يظهر في الارض اعرف ان خلاص موسم السمك او موسم الصيد بتاع البولت والجراميط انتهى خلاص. اهو يا جماعه، طالما ده ظهر كده وطلع جروح، اعرف ان الدنيا ايه، خلاص الصيد وقف على كده. ده الفول الحرات اهو، اول ما بيظهر استنى نشوف لنا فوله ولا اتنين ناكله. طالما ده ظهر خلاص اهو، الفول المدمس اللي بندمسه، هو طالما ظهر خلاص اعرف ان الموسم خلص. ده الفول الحرات يا جماعه اهو. بصوا طالما ظهر كده، ده حلاوته بقى مع حته جبنه وعيش. احلى حاجه فيه تاكل بقى مع نفسك.
الفل الحرات يا جماعه. هشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.